السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام محمد في دردشة جديدة. في خبر شاغل السوشيال ميديا اليومين دول بشكل كبير ومتداول حتى في قنوات إخبارية، إن مصر استلمت الدفعة الأولى من مقاتلات السخوي 35 اللي كانت مصر اتعاقدت عليها في 2018 مع روسيا في صفقة مليارية تقدر من 2 ل 3 مليار دولار. عبارة عن 24 ل 30 مقاتلة من السخوي 35. السو 35 اللي ما يعرفش حاجه عن الطياره يعني، المقاتله دي هي تطوير لمقاتله السو 27 الاسطوريه الروسيه اللي تم تصنيعها في الثمانينات من قبل الاتحاد السوفيتي. الطياره هي طياره، او المقاتله هي مقاتله هيمنه جويه، فوق انها متعدده المهام. اقل عدد اقل عدد ممكن من الطيارات دي من 3 ل 5 مقاتلات على اقل تقدير، يمكن انه يتسببوا في عملية اجتياح جوي لسماء العدو. هي مقاتلة من الجيل الرابع المعزز او الجيل الرابع بلس بلس. لا ينقصها عن مقاتلات الجيل الخامس الا تكنولوجيا التخفي. هي افضل مقاتلة في العالم حاليا في المناورة، وتتفوق على الاف 22 رابتر، وتتفوق على الاف 35، وتتفوق على الاف 15، وتتفوق على الاف 16 ده اكيد يعني. مقاتلة ملهاش حل بمعنى أوضح يعني. المقاتلة دي لو كانت انضمت للقوات الجوية المصرية فهي نوعية جبارة نقلة نوعية جبارة جدا. المقاتلة ما فيش بجد يعني، ما فيش مقاتلة تضاهيها في الوقت الحالي. لكن الخبر ما تأكدش من أي مصدر رسمي، لا تأكد من مصر ولا تأكد من روسيا. كل ما هنالك إن الخبر متداول في قنوات إخبارية وفي مواقع السوشيال ميديا. ضيف لذلك ان الولايات المتحده الامريكيه كانت قبل كده هددت بعقوبات على مصر في حال تتميم الصفقه دي. عايزك تاخد في الاعتبار حاجه تاني، ان صفقات السلاح نوعين، او الامريكان بمعنى ادق لما بييجوا بيرموا صفقه سلاح مع اي جانب باستثناء اسرائيل او حلفائهم المقربين زي بريطانيا او الخ كده يعني، بتكون الصفقه لا اما هديك سلاح امكانياته ضعيفه واستخدمه في وقت ما انت تحب ما ترجعليش فيه، لا اما هديك تقنيه عاليه في السلاح بس مش هتستخدم السلاح ده في اي حرب ولا في اي قتال الا لما ترجع لي واقول لك تستخدمه ولا لا. وده اللي خلى دول كتير جدا تنفر من ابرام صفقات مع الولايات المتحده الامريكيه، صفقات سلاح، لانهم مستفزين جدا يعني في مساله عقد صفقات سلاح. على العكس من روسيا مثلا، بتديك السلاح واعمل بيه اللي انت عايزه، كل ما هنالك انك انت ما تجيش تبيع السلاح ده لطرف تاني غير باذن مني، لكن تضرب بيه الصبح تضرب بيه الليل دي ما يخصنيش. نفس الكلام برضو مع فرنسا، نفس الكلام مع اكتر من دوله من موردين السلاح واخرها الصين اللي دخلت سوق السلاح بثقل. نرجع للسوق 35. زي ما قلت لكم ان ما فيش مصدر اكد المعلومه، كل الكلام المتداول او الكلام المسرب او المعلومات المسربه ان مصر ماشيه قدما في الصفقه دي، وان مصر ناويه تتممها، خصوصا ان المقاتله دي ذات مدى طويل. المقاتله دي لو اقلعت من مصر من اي مطار من القاهره، او مثلا نقول من قاعده برنيس قرب الحدود السودانيه، فهي كفيله بضرب سد النهضه والعوده دون الحاجه لتزود بالوقود. المدى التشغيلي ليها تقريبا 3800 كيلو، واقصى مدى للطيران او للتحليق 4800 كيلو، وده مدى صارخ. الرافال بس عندنا في مصر هي اللي مداها تقريبا نفس المدى ده او اقل منه شويه. حموله الذخيره بتاعتها كبيره، تقريبا من 6 ل 8 طن ذخيره. ضيف لذلك ان الاجنحه بتاعتها عليها 12 نقطه تعليق في كلا الجناحين، 6 و6 يعني. التسليح بتاعها تسليح عالي، من ضمنه في صاروخ تقريبا صاروخ سكالب ان لم تخن الذاكره يعني. وده متخصص في ضرب السدود. زي ما قلت مفيش معلومه بتاكد ان الصفقه دي تمت. كل الكلام اللي حاصل هو سوشيال ميديا. طب هل مصر متعوده انها تعلن عن صفقات السلاح الروسيه تحديدا؟ يعني اي سلاح غربي احنا بنعلن عنه، زي صفقه الرافال، زي فرقاطات البرجاميني، فرقاطات الفريم اللي جبناها من فرنسا، حاملات الطائرات مسترال كده، ده تم الاعلان عنه. لكن عاده احنا في صفقات السلاح مصر ما بتعلنش عن ده، ما بتعلنش عن، يعني جت الاس 300، جت منظومه الدفاع الجوي اس 300 جت مصر. الميج 29 ام 2 جت مصر.
ما كانش بيتم الاعلان الصريح عن ده. بالاضافه لذلك ان احنا الميج 29 ما شفناش غير في العرض العسكري الاخير بس. فاعتقد ان الصفقه دي لو جات مصر مش هتعلن عنها، ومش هنتفاجئ بالمقاتلات دي غير هي وطلع طلعات جويه يعني. في غضون ذلك ما اظنش يعني ان مصر هتعلن عن الكلام ده. اتمنى يا رب من عند ربنا ان تكون الصفقه دي تمت بالفعل، وان احنا نكون استلمنا 5 مقاتلات فعلا.